بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا حبايبي؟ كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة هنتكلم عن الفنانة الجميلة زينات صدقي وعن الإشاعات اللي ظهرت عليها وهي عايشة وكمان بعد ما ماتت. الإشاعات قالوا عنها إن هي يهودية، وقالوا عنها كمان إن هي عانس، وقالوا إن هي اشتغلت رقاصة وباعت عفش بيتها و... وقالوا حاجات كتير كتير كتير، وإن هي اتدفنت في تراب الصدقة وليه ضربت زوجها اللي هو الكبير قوي في الجيش، كان في الوقت ده ضربته بالتليفون على دماغه، وحاجات كتير هفسرها لكم النهارده. الفنانة الجميلة زينات صدقي هي وده مش اسمها الحقيقي. أنا هتكلم عن لسان عزة مصطفى حفيدة زينات صدقي، عشان هتكشف لنا حقيقة الكثير من الإشاعات اللي كانت بتتقال عليها. قالوا إن هي، بقول لكم زي ما قلت لكم على كلمة إن هي يهودية. كانت زينات صدقي تبنت نادرة ابنة شقيقتها ثانية منذ اتولدت، لان شقيقتها كان عندها 13 ولد، والبنت دي قالت لها ايه، عشان ربنا ما رزقنيش بالخلف وكده، فانا هاخدها ايه اربيها وكده. طبعا اختها وافقت ورحبت وخدت بنتها، وهي يعني ربتها زي بنتها بالظبط، وربت احفادها كمان منها، وعلمتهم وجوزتهم، وكمان كانت مخلفه توأم اللي هو طارق وعزه، دي اللي هنتكلم عن لسانها. المهم نفت الحفيدة بقى اللي هي عزة اللي اتقال على ستها عبر التواصل الاجتماعي، وقالت ان جدتها باعت اساس منزلها في نهاية حياتها ولم تجد قوتها يومها، وانها دفنت في مقابر الصدقة وما كانتش لاقية فستان كمان تحضر به الاحتفال اللي كان عامله لها السادات الله يرحمه. كل ده طلعت اشاعات وحاجات خالص بعيدة عن الصحة. وقالت عزة وكانت غاضبة جدا ويعني مستنكرة كل اللي بيتقال، هي ما بعتش عفش بيتها وما كانتش بتشحت ولا سابت بيتها زي ما قالوا. احنا كنا عايشين في نفس البيت، حتى انا عايشة فيه لغاية الآن في وسط البلد. ونفت كمان ان الفنانة زينات صدقي تعرضت لأزمات مالية بعد ابتعادها يعني عن الأضواء، بس كان جه عليها ضرايب 20,000 جنيه، علشان كده هي باعت حاجات كتير من البيت والتحف والحاجات دي، لكن ما باعتش الأساسات نفسها. الأساس فضلت عليه لغاية ما تهالك الأساس ودب لوحده. هي عاشت في حياة التسعينات، عاشت جدتي مسطورة، وبقى عفشة تهالك طبعا زي ما قلت لكم. وكمان قالت ان اسمها الحقيقي زينب محمد سعد، ولدت في 1913. رغم ذلك يشاع الكثيرين انها يهودية، هي ما كانتش يهودية. كان قال كمان واحد في كتابه، في محمد ابو الغار، قال في كتابه يهود مصر وذكر اسمها مؤكدا انها الصحة دي. طبعا هي زينات صدق طلعت في كذا لقاء وقالت ان هي مسلمة ومن عيلة مسلمة، وقالوا كمان عنها ان هي راقصة. هي كانت بدأت حياتها كومبارس في فرقة الريحاني مع بديعة مصابني، ولما بديعة مصابني كانت عندها والريحاني شافها طلبها عشان تمثل معاه، هو ده اللي هم قالوا عليها رقاصة عشان كانت فاهم مع بديعة مصابني. المهم قالت ان غنت جدتي مع المجاميع وقالت لها بدعها هعلمك الرقص، لكن جدتها اكدت ان هي تحب التمثيل ولا تريد ان ترقص. وقابلت جدتي الريحاني وقال لها مش عاوز اشتغل هي قالت له مش عايزه اشتغل مع مدام بديعه. المهم اعطاها دور خادمه في مسرحيه ونجحت نجاح ذريع. تاني يوم عمل لها دور اللي هي الخادمه. وكمان الشائعات اللي طلعت عنها انها اميه، ولانها ما طلعتش كده خالص، ده حصلت على الابتدائيه، وانها كانت تعلم نفسها فاستعانت بسيده فرنسيه عشان تعلمها الفرنسيه وتعلمها الاتيكيت والعزف على البيانو، وكانت كمان بتجيد الفرنسيه. وفي يوم من الايام قابلت طه حسين وقالت له ندهت عليه، فهو بيقول اسمع هذا الصوت او اعرفه. قالت له انا زينات صدقي وانا بجتهد وبتعلم الفرنسيه عشان ابقى اكون حاجه كبيره. قال لها انت فعلا حاجه كبيره وانا بتشرف ان انا بسلم عليك، وكان مبسوط جدا. واكدت الحفيده ان جدتها قعدت 23 سنه وما اشتغلتش، وكانت دايما ما تطلبش اي مساعده من حد،
ولا كانت تحب ان هي تفرض نفسها على حد. واخر فيلم عملته اللي هو فيلم بنت اسمها محمود، بطولة سهير رمزي. وأوضحت كمان الحفيدة أن ملكة الكوميديا أصيبت باكتئاب وحزنت بسبب هذا الدور، لأنه لم يتم التعامل معها كنجمة بما يتوافق مع تاريخها في كتابة الاسم كما تعودت في التصوير اللي قبل كده. وقالت إن ده مش قيمتي، وابتعدت خالص بعدها عن الفن. وقالت كمان إن السادات اتصل بنفسه لإبلاغها بتكريمها في عيد الفن زي ما قلت لكم. ونفت خالص إن هي اقترضت فستان من حد، هي لبست فستان حاجات البسيطة كده وتشيك من عندها. وما طلبتش اي حاجه من حد، لان كان عندها كرامه طاغيه جدا. وقالوا عن اشاعه دفنها في المقابر، هي كانت عامله مقابر للصدقه وعابر السبيل. ودفنت فيهم كذا حد كده، وكانت عامله حنفيه هناك للي يشرب. ولما ماتت اتدفنت في نفس المقابر بتاعتها دي، علشان كده هم قالوا ان هي اتدفنت في مقابر الصدقه. وحتى قالت ان حارس المدافن بتاعها كان اي شخص بيعدي او شخص غريب بيموت بيدفن في نفس المدافن دي وبيشربوا من هناك. وقالوا من اقارب زينات صدقي اعترضوا وقالوا مش معقول ستات ورجاله العيله يندفنوا جنب الشغالين والبوابين. فاصرت ان هي تحط لوحه على المدفن مكتوب عليها مدفن الصدقه وعابر السبيل. هو دفنت فيها، والله يرحمها، والسلام عليكم ورحمه الله.